السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بقى النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد انزله. النهارده بقى ايه؟ جيت لكم كده هوريكم النيش. احنا النهارده بقى بتنظيف العيد بقى، وعارفين العيد وكده وكل الحاجات، ونقعد ننفض ونشيل وكده. فانا هعمل معاكم النهارده النيش ده. هو طبعا كان بقاله كتير كده مش مترتب وبايظ والحاجات فيه مكركبه، فاحنا هنحاول كده ايه نرتبه النهارده. اهو زي ما انتم شايفين كده الشكل عامل ازاي، كل الحاجات بقى فوق بعضها وكده. فانا هشيل بقى معاكم كل الحاجات اللي في النيش دي كده، لان هو اساسا مليان تراب جدا. بصوا شايفين التراب عامل ازاي فيه، بقاله كتير ما تنضفش. فهشيل كده بقى معاكم كل الحاجات اللي موجوده فيه دي كده، ونشيل المفرش كمان، المفارش دي كلها ونغسلها، ونبدا بقى نبقى نحطها وارص كده ايه، واوريكم هيبقى شكله عامل ازاي في الاخر. بصوا انا كده كنت طلعت شويه من هنا وكنت حطيتهم هنا اهو في البلاستيكيه دي. انا جبت زي 3 كده كبار من هنا عشان احط فيهم الحاجات، وطبعا على الحاجات عشان ما تتكسرش. دي طبعا اوضه الصالون بتاعنا. بصوا منظرها عامل ازاي. طبعا كنا شايلين السجاد وشايلين كل حاجه، عشان زي ما قلت لكم كنا بقى بننفض وكنا غسلينهم علشان العيد وكده. فانا ايه هنزل بقى الحاجات اللي في النيش دي الاول كده واحده واحده. وزي ما قلت لكم ان انا ايه همسحه كده من جوه وانضفه من التراب ده كله واغسل المفارش دي. المصحف ده على فكره كان المصحف بتاع خطوبتي، كانوا جايبين لي مصحف كده في السلام بتاعي وكده يعني، فكنت حاطاه بقى في النيش شايلاه وكده. فانا بقى زي ما قلت لكم هشيل بقى كل الحاجات اللي في النيش دي كده، وهنمسحه ونظبطه كله. وبعدين هوريكم بقى ايه وانا بفرشه كده هعمله ازاي وكده. وانتوا برضو ايه قولوا لي رايكم في التعليقات على ايه الرصه بتاعه النيش وكده. وكمان هوريكم شكل الاوضه بعد ما نشيل بقى كل الحاجات اللي فيها دي ونضفها وكده. وعايزه اقول لكم الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم، وان شاء الله السنه الجايه كده نكون في الحج مع بعض باذن الله. فهو زي ما انتم شايفين كده انا شلت بقى الشويه اللي كانوا هنا. عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي كانت تحت دي اللي هي مفرفطه دي، ده كان بوكيه الورد بتاع خطوبتي، فهو لما نشف عمل كده لان انا كنت شايلاه هنا في النيش. والحاجات اللي انا بنزلها العرايس والحاجات دي الحاجات بقى لما كان بيبقى عندنا اسبوع حد بيبي او كده، فما كناش بنرمي الحاجات دي، فكنا بنشيلها. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا علبه اساسا مليانه حاجات كتيره من دي. فانا هشيل بقى كل الحاجات اللي في النيش دي وبعد كده هخلص. هنا بقى انا كنت شلت الحاجات كلها اهو، شلت كل الحاجات اللي في النيش اهو. شايفين التراب عليها عامل ازاي، كانت مليانه تراب جدا وعايزه تتمسح. فانا شلت بقى كل الحاجات اللي كانت جوه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى فاضي خالص. هشيل بقى المفارش ديت واغسلها وامسح بقى الخشب اللي جوه والازاز بتاع النيش وكده. ونشوف بقى مع بعض ايه بعد ما بيتفرش هيبقى شكله عامل ازاي.